كان دايما يتقال لي صاحب بالين كداب، وده علشان من وانا صغيرة كان عندي افكار كتيرة وحاجات واحلام وحاجات عايزة اعملها واحققها وكده، بس كانت دايما النقطة دي بتتقال لي. حاولت اكتر من مرة ان انا اركز في حاجة واحدة بس، وان انا مخي ما يتشعبش، بس ما قدرتش اعمل كده لانه ما حسيتش انه ده انا. كنت دايما بشوف طب الناس اللي عندها مشاريع كتيرة، الناس اللي بتاخد ماسترز، الناس اللي بتبقى عندها اكتر من جامعة، وانه الانسان في حد ذاته بيقدر يعمل مهام كتيرة مش حاجة واحدة بس. يعني انا اخت وصحبة وصديقة وزميلة وكذا، وعندي ادوار كتيرة مختلفة، فاشمعنى جت على الدور ده ان انا اركز في حاجة واحدة بس عشان انجح فيها؟ والفترة زي ما قلت لفترة كبيرة جدا كنت بحاول ان انا اركز في حاجة واحدة بس كانت دايما في افكار بتيجي على بالي وما كنتش بقدر ان انا اكبح نفسي، علشان كانت دايما بتقولي نورهان جربي، نورهان جربيها، نورهان جربيها. وللأمانة ما بخافش من التجربة، وما بخافش من فكرة البداية من نقطة الصفر، وما بخافش من أي حاجة من الحاجات دي. يعني البيس ده مش موجود عندي، أنا على طول عايزة أعمل حاجة دي بقوم أعملها. اوبشن الخوف ده مش موجود، وكمان الحمد لله اوبشن ان انا اخاف ان انا افشل ما عنديش مشكله، لانه ما فيش حاجه اسمها الفشل، ولولا الفشل ما كناش هنتعلم، بس ده مش موضوعنا. ولما سمحت لنفسي ان انا اطلع الحاجات دي، اكتشفت ان انا عندي عدد لا نهائي من الافكار، عندي عدد لا نهائي من المواهب، واكتشفت حاجات كتيرة قوي في نفسي. الكومبو ده من المواهب موجود عندي، ممكن ما يكونش موجود عند اشخاص تانيين. فليه المفروض ان انا اكبت نفسي علشان المجتمع عايز ان انا اكون نمطية وان انا افكر في حاجة واحدة بس، في حين ان انا عندي القدرة ان انا يبقى عندي حاجات كتيرة وان انا اشتغل على اكتر من حاجة في نفس ذات الوقت؟ ايه اللي مانع من التجربة؟ فبصور، صوتي في الالقاء رائع، بالتطريز يدوي، عندي موهبة المونتاج، عندي موهبة الإلقاء، عندي موهبة السرد القصصي، السفر والمشاريع، كمان اتعلمت جرافيك ديزاين. مش لازم ان انا اكون جامدة في الحاجات دي، بس المهم ان هي عندي، المهم ان انا اكتشفتها، المهم ان انا عرفت ان انا عندي المواهب اللانهائية دي والحاجات الكتيرة اللي انا لو حطيت دماغي في نقطة منهم هطورها. يعني انا مثلا عندي هنا في النقطة هنا واحد، انا ممكن لو ركزت عليها شهر شهرين اخليها في 3، ما هي هتفيدني، كل حاجة هتفيدني، وكل مستوى في المستويات اللي أنا فيها دي هيفيدني، بيعود عليا بعائد إفادة. ليه ما استغلش الموضوع ده؟ وليه ما بقاش شاطرة فيهم؟ في ناس بتخاف ان هي حتى تفكر فيها، وبتخاف ان هي تبدأها، ومجرد الفكرة ما بتيجي على في بالها بيمشوها. فأنا جاية أقول هنا، لو انت حاسس ان انت صاحب بالين، فأنا جاية أقولك انك مش كذاب، وبس كده.